محمد، طبعا حضرتك سمعت ان خط الاستواء اتمسح خلاص. ايوه سمعت حضرتك. حضرتك عرفت عن الموضوع ده من فين؟ من طريق الجرايد ان شاء الله. هو احنا مش غلطانين اللي هو اتمسح، بس احنا زعلانين اللي هو اتمسح بس. حاسس ان انت تايه؟ حاسين ان احنا تايهين. ايه احساس حضرتك بعد ما عرفت ان هم خلاص مسحوا خط الاستواء؟ حاسس ان انت تايه؟ انا تعبان في الدنيا، مش لاقي نفسي. وبعدين الشعب اتغير والدنيا اتغيرت وفي حاجات كتير اتبهدلت. ده كله طبعا حصل بعد ما اختفى خط الاستواء. طبعا صح. انت سمعتي عن موضوع ان خط الاستواء خلاص اتمسح وان احنا حاسين بتوهان وتايهين؟ سمعتي عن الموضوع ده؟ طبعا سمعت عنه. عرفتي عنه من فين؟ عن طريق الانترنت. الناس كلها تايهه وزعلانين، انت ايه شعورك؟ طبعا فرحانه لان هو ما بيمثلش اي اهميه، هو بس موجود على الخريطه ملوش اي اهميه، هو خط وهمي اصلا. بس فطبعا دي حاجه كويسه ان هو يتمسح. طيب حضرتك شايف ان بعد ما خط الاستواء اتمسح انت حاسس ايه كمواطن؟ لما اتمسح هو حاليا يعني دلوقتي هي مش عارف ده هل هيوصل لايه مع الناس يعني. عايشين في توهان رهيب. طبعا انا صدقني يمكن قيمه الاسبوع اللي فات يعني حاليا كنت ما بخرجش من البيت من كتر الحر اللي هي 4 ايام. خايف من ان انت تتوه؟ طبعا ده حاجه معروفه. خط الاستواء من وجهة نظرك لو كان اتكتب بأي مثلا نوع من الأحبار المختلفة كان ممكن يكون أحسن بدل ما كانوا كتبوه على الخرائط بالرصاص؟ ممكن كان يكون أحسن، إنما بالنسبة للوقت اللي احنا خلاص هو انتهى، يعني شيء ما بقى ملوش وجود أصلا. ملوش وجود، واخد بالك؟ يعني زي ما انت حضرتك شايفه كده الناس كلها حاليا دلوقتي واحنا متضايق على خط الاستواء؟ اكيد طبعا اكيد. انت متضايق ولا لا؟ اكيد طبعا، لان لا مؤاخذه الكلمه اديكي شايفه العالم عامل ازاي والدنيا ماشيه لمين، وغير كده وكده كمان ما فيش حد حاسس بحد في حاجه. يعني اللي بيقول لا مؤاخذه الكلمه ما يحسهاش الا اللي وجعاه. صح، ونرجع ونحمل المسؤوليه في الاخر لخط الاستواء. اكيد طبعا، هو ما فيش حاجه ثانيه غير كده. دلوقتي في ناس بتقول ان هم حاسين ان بسبب ان خط الاستواء اتمسح حاسين ان هم تايهين، انت حاسه كده؟ لا خالص، بالعكس ده طبعا الحياه هتكون احسن طبعا، هيختلف طبعا. لا طبعا بيقولوا ان الصناعه والتجاره هتزيد بعد ما هو اتمسح. اكيد هتزيد طبعا، لان هو طالما ملوش اي اهميه فبالعكس هيدي فرصه بقى ان التجاره والزراعه هتزيد وكده. طالما خط الاستواء اتمسح يبقى احنا كده هنضيع خالص. خط الاستواء ده اللي بيجيب لنا الرز والفاكهه. طبعا بالتغيير الجو هو اللي بيبقى كل زرعه لها مناخ معين ربنا سبحانه وتعالى بيقلم عليه.